السلام عليكم، معكم إيلين الظفيري من قناة إيلين الظفيري تيرو. اليوم راح نشوف من الذي يراقبني بالسر. أوكي، من الذي يراقبني بالسر؟ طبعا عندنا حجرين، عندنا الحجر الفيروز وعندنا الحجر الأخضر. حطوا طاقتكم على واحد من هذول الأحجار اللي حبيتوها، وأيضا راح أنزل الحروف تحت الفيديو. طبعا راح أبدي مع الفيروز وأشوف طاقة الفيروز. من الذي يراقبني في السر؟ آه طبعا أشوف من خلال هذول الكروت الاثنين إنه في شخص أصلا أنت تفكر فيه جدا جدا، ممكن صاير بينك وبينه مشكلة أو بينك وبينه فد أمور معينة. على الأغلب أشوفهم مبتعدين، في شخص هو مبتعد عنك ولكن هو دائما تحس إنه يسلط طاقته عليك بشكل بحيث إنه أنت تحس إنه هو نفسك اللي يصعد وينزل وروحك اللي ما تفارقك. دائما أنت تشعر هذا الإنسان معاك، شخص ملازم معاك. فهذا الشخص من كثر ما هو يفكر فيك، ترى كأنما هو ينبهك، يقول لك تذكرني، أنا موجود، أنا أفكر فيك، أنا مشتاق لك، أنا محتاجك. صحيح إحنا زعلانين، صحيح إحنا أبعاد، ولكن أحس إنه أنا معاك كل لحظة وكل ثانية. أشوفك إنه أنت يعني كأنما في أشياء في بالك، في أشياء في حياتك ما تقدر تتحرر من عندها. تحاول إنه تتوازن، تحاول إنه تمشي الأمور بجميع الاتجاهات بشكل متوازن، تحاول، وهذا الشيء كثير حلو من عندك. أشوفك إنه أنت تنظر لنفسك نظرة أخرى، كأنما إنه أنت تحاول تسوي بعض الأشياء أو تحاول إنه تسوي كنترول أو تتعلم أشياء جديدة في كيفية أنه أتعامل مثلا في علاقتي مع هذا الشخص، كيف أنه أسوي كنترول، كيف أنه أسوي كنترول لنفسي أو لمشاعري، أو أنه كيف أتخلص من التعلق. أنت قاعد تعود نفسك، انت قاعد تعود نفسك على هذه الاشياء. وتحاول انه تتوازن، كانما قبل كنت تشوف نفسك بنظرة والان تشوف نفسك بنظرة اخرى. كانما كنت قبل تنظر الى العلاقة والى اللي بينك وبين هذا الشخص بنظرة، والان هي النظرة اختلفت. الان انت مركز على هدف معين، الان انت تعرف ايش تسوي. صارت عندك طاقة قوية بصراحة، لان انت تعبت على نفسك، فصارت عندك طاقة جدا قوية وراح تستمر معك هذه الطاقة. خلاص انت تحررت من هذه الشخصية الضعيفة، الشخصية اللي كانت دائما تبكي، الشخصية اللي كانت دائما تحزن، الشخصية اللي دائما تطلب الحب من الحبيب أو من الشريك. الآن أنت تغذي نفسك بحب حقيقي، وهذا أحلى شيء أنت توصلت إلى، أنه أنت قاعد تغذي نفسك بالحب الحقيقي. ده تستبعد من حياتك الأفكار السلبية، التشاؤم، الحزن، الخوف من الماضي أو الخوف أيضا من الحاضر. قاعد تسوي موازنة حلوة بين الماضي وبين الوضع اللي أنت فيه والمستقبل أيضا. فهذا الشخص دائما يراقبك، فرحان جدا بإنجازاتك. يحس نفسك أنه أنت، أنا أشوفك أنت على السوشيال ميديا دائما تنشر، يعني عندك منشورات كثير حلوة، عندك تطلعات، حتى أفكارك لما تبثها بشكل حلو بحيث يلفت نظر هذا الشخص وأشخاص آخرين. لأن أنا أشوف أيضا عندك معجبين آخرين من جهات مختلفة غير الشخص اللي أنت قاعد تفكر بيه. بس بصراحة أنت ما همك من كل هذول اللي قاعدين يراقبون إلا شخص واحد اللي هو أصلا بعيد عنك. ما منقطع العلاقة، بس ممكن زعلانين، أو ممكن أنت معجب بهذا الإنسان وهو بعيد عنك، أو قد يكون هو مسافر لأي سبب. المهم أشوف أنه بيناتكم مسافة يعني بينك وبين هذا الإنسان. أيضا يعني هذا الشخص هو أصلا هم ترى عنده طاقة روحانية، وانت بعد أقوى. انت قاعد تسوي لنفسك المديتيشن، التأملات، الاسترخاء، قاعد تسوي طاقة جذب قوية يعني. ومركز على الشخص هذا اللي هو الحبيب. ده تحاول انه وده تحس انه طاقتك بلشت فعلا توصل، بحيث انه انت مجرد انه مثلا ده تركز على هذا الشخص، ممكن هو يسوي اي شيء، مثلا ينشر منشور او يسوي رد فعل. يعني قاعد يصير رد فعل بعض من عندكم، طبعا اكيد مو الكل،
في ناس صار عندهم إمكانية للجذب، يعني من كثر ما ركزوا على نفسهم، من كثر ما درسوا الموضوع صح، الآن عندكم صارت إمكانية قوية للجذب، بحيث إنه الشخص قاعد يصير عنده ردود أفعال. مثلا لما انتوا تنادوه كأنما انه يتواصل او يرجع، يسوي ردة فعل مثلا من خلال منشور، شيء معين في ردة فعل. هذا الشخص بصراحة يعني ممكن هو راح يتواصل معك بسبب يعني بسبب التخاطر القوي اللي قاعد يصير بينك وبينه ومراقبته إلك، بس مو زعلان، مو حاقد، ما منكسر أشياء بيناتكم، يعني قاعد بس ينتظر يعني. شايف إنه لا هو يريد ينزل من نفسه مثلا، ولا انت هماتينه، هو عارف طبيعتك، فهو قاعد ينتظر انه تهدأ النفوس وتصير الاجواء احلى. ممكن جدا انه يتواصل معك، لان انا اشوف بينك وبينه راح يصير خيط للتواصل. ممكن تواصلكم راح يكون خلال الرقم 8 او خلال الرقم 3، فممكن جدا يصير تواصل بينكم. اوكي، راح تفرح حيل، لان هذا الانسان بصراحة اثبت لك من خلال مراقبته المشددة إلك، متابعته إلك، يعني تحس انه هو قاعد يستجيب لطاقة الجذب اللي انت قاعد تسويها، فدا تحس انه هذا الشخص، وراح توصل الى حقيقة انه هذا الشخص ترى هو المتعلق بيك اكثر من تعلقك انت فيه. فالشخص اللي قاعد يراقبك انت اصلا تعرف هو منو هذا الشخص. اوكي. الآن راح ناخذ الطاقة الأخرى، طاقة الحجر الأخضر. أوكي، طاقة الحجر الأخضر، ونشوف هل إنه هذا الشخص أو إنه منو اللي قاعد يراقبك بالسر. طبعا أكو من عندكم يعرف هو من يراقبه بالسر، بس في ناس آخرين يعني مثلا معجبين أو شيء. زين، من الذي يراقبني في السر؟ من البداية أنا شايفة إنه الشخص اللي قاعد يراقبك في السر شخص ابتعد عنك. هو ابتعد، بس ابتعد بدون سبب، أو بدون حتى ما يبين لك إيش السبب الحقيقي، أو بدون ما يكون فعلا سبب مناسب إنه يبتعد عنك أو يتركك، مجرد إنه اختفى بدون ما يوضح لك شيء. فأنت بقيت يعني شايف إنه أنت في حابس نفسك كأنما في قوقعة. أنت تريد تتكلم ويا هذا الإنسان، تقول أريد يوضح لي، أريد يبين لي شيء، يعني كأنما هو حبس نفسه أو وامتنع حتى عن الكلام. وانت في كلام تريد تقول لي، هي مرات تحس انه تقول انا اريد يوضح لي ليش ابتعد، وانا ما مسويه شيء. طيب ايش اذا انا اذنبت، طيب قل لي ايش الذنب اللي انا سويته، ايش الخطأ اللي انا سويته. واذا انت تريد تترك مثلا لاي سبب، ايضا قل لي اوكي راح نترك وخلاص، وانت شخص ما تناسبني، وان شاء الله تلقى الشخص اللي يسعدك وتروح يعني. ومرات تغلي انت في داخلك وتريد تسمع هذا الشخص كلام مثل السيف، لان تريد تنتقم من نفسك. طبعا هذا الشخص هو بعد ما ابتعد، لان هو ابتعد عنك، بعد ما ابتعد الان هو يشعر باشتياق شديد الك، ومحتاج وجودك، ويريد مرة ثانية ترجع العلاقة. فهو رجع مرة ثانية عشان انه يعني مشتاق لك. والحلو انه هو دفع الثمن. انا اشوف هذا الشخص رجعت عليه كارما رهيبة، ودفع الثمن وانكسر وانهان وانذل وتوسل وباس الايدين وباس الرجلين، ويعني لانه هذا استحقاقه، لانه واضح جدا انه هو سوى كل هالاشياء فيك. فالآن هو انكسر ودار الزمن، ويعجبني الوقت لما يندار واندار الزمن. صار الخاسر الآن رابح، والرابح خاسر. فأنت الآن في وضع الرابح، وهو في وضع الخاسر، وراح يرجع لك. هو قاعد يراقب الآن حتى متى ما لقى الفرصة مناسبة، أو إنه يعني يجوز يقول لي، يجوز هو ارتباط، يجوز بعد ما يريدني أرجع لحياته، يجوز عنده شيء آخر، فقاعد يراقبك. طبعا هذا الإنسان اللي تركك من قبل فترة، وصار يعني بدون ما يوضح لك إيش. أوكي، وصار فترة وما تعرف كل شيء عنه، يعني تسمع يجوز أو تتوقع أشياء. هو الآن
طبعا مرات يشوفك، يعني مرات يشوف أشياء منك مثلا من خلال المراقبة فيحترق من الغيرة، يجن، يعصب، يطيش، كل شيء يريد يسوي، لأن هو حاسس إنه أنت عندك طرف ثالث. يعني الآن هو كأنما قال يمكن أكو طرف ثالث، يمكن موجود بحياته دخل إنسان آخر، يمكن هو يعني الآن يعيش فترة ارتباط أو علاقة مع شخص يعني شاكك هالشكل، أو إنه هو يريد يعرف هل إنه أنت الآن مرتبط عشان إنه يرجع، أو يقبل، أو إنه مو يقبل، يسألك إنه تقبل، يتوسل إنه تقبل ترجع مرة أخرى إلى حياتك، لأن هو اللي أخطأ، هو اللي وقاعد ينتظر، على فكرة ترى قاعد ينتظر. ما أعرف ليش شاكة إنه هذا الإنسان عنده مطامع وياك. يعني يجوز هو أصلا انكسر، انذل، انهان، ف أو ما عنده فلوس، فدا يجي إنه على أساس أنت اللي راح تسعفه وأنت راح تساعده بالموضوع. فانتبه، وخاصة أنت الآن حققت نجاح، قسم من عندكم صاروا مشاهير ومعروفين، أو قسم من عندكم حققوا إنجازات عظيمة بحيث الناس قالت واو، يعني شوف الإنجاز الرهيب اللي سواه سواء بالدراسة أو بالعمل أو بالفلوس، أو يعني حيل اشتغلت على نفسك. وأني أقول لك ترى أنت لازم تفرح إنه هو تركك وجرحك، لأن هذا الجرح هو اللي كان الأساس القوي والدافع اللي خلاك تنجز كل هالإنجازات العظيمة. فنهائيا لا تنقهر ولا تزعل إنه هو ابتعد عنك وحتى ما برر لك. طبعا مراقبته فظيعة، مراقبة فظيعة، لأن هو محتاجك الآن، هو محتاجك ترى على فكرة. يعني لا تتخيل هو راح يجيك قيس بن الملوح، أوكي؟ يعني قيس وليلى، تعرفون اللي ما يعرف قيس بن الملوح يعني قيس وليلى، فهو ما راح يجيك العاشق الولهان، هو راح يجيك لأن محتاج وجودك في حياته. لأن هو لما تركك لف ودار وراح يجوز تركك عشان طرف ثالث، على فكرة يجوز دخل بعلاقة أخرى، أو تأثر بأحد من الناس اللي حواليه وخرب العلاقة. فالآن هو محتاج إنه ترجع له مرة ثانية، فراح يرجع. فأنت إلك الخيار طبعا أكيد، لأنه هو قاعد يراقب، وراح يعني راح يتخذ قرار إنه يجي يدخل بحياتك مرة أخرى. بس بصراحة أنا شايفة كأني أشوفك راح تقول له نو، أنا ما راح أقدر أنسى الماضي، وأنت سويت كذا، وأنت تركتني بدون أسباب، وأني عانيت بعدك وتألمت وتعذبت وظليت بمكاني فترة طويلة وأني أعاني، والآن أنا تحررت وما أريد أرجع لنفس السجن اللي كنت فيه، أو نفس الزنزانة اللي أنت حطيتني بإيدك فيها بدون ذنب وبدون محاكمة وبدون محاسبة، مجرد أقفلت علي وتركتني أتعذب لحالي. فما راح أقدر أسامحك. تحياتي.